أن السلف رحمهم الله تعالى مع علمهم بأن الصوم لا يجب على الصبي وعلى البنت غير البالغ والبالغة، لكنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، كما ورد في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في الحديث في الصحيحين في صيام عاشوراء، كما ذكرنا كان فريضة وواجبا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قالت رضي الله تعالى عنها: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، لكنهم ليسوا مكلفين. في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، فهذا ينبغي أن يكون دأب ولاة الأمور من الآباء والأمهات، أن يعودون أطفالهم وصبيانهم وبناتهم على العبادات والطاعات، حتى إذا جاء بلوغهم وتكليفهم فإذا هم قد اعتادوا على هذه المسائل وعلى أداء هذه العبادات.